وعشان كده دي أحلى تتبيلة فراخ مشوية على الفحم ممكن تجربوها زي فراخ المحلات بالظبط. هتبشري بصلاية وطماطماية، بس ابشريهم ما تحطهمش في الكبة لأن مش بيدي نفس الطعم خالص. أنا مجربة في الكبة ما ادتنيش نفس الطعم بتاع اللي أنا لما باجي ابشرها، فابشريهم عادي بالمبشرة هيدوكي طعم تحفة. وبعد كده هتحطي توابل فراخ أو اللي هي بهارات بتاعة المشاوي بتاعة ماجي، دي برضو تحفة جدا. بتديكي يعني هي بيكون فيها كل التوابل اللي احنا هنحتاجها أساسا. وهنحط بس فلفل اسود وهنحط ملح ومعلقة صغيرة. بصي لو انت عندك الصويا صوص الغامقة حطي معلقة يعني صغيرة، لو عندك الصويا صوص الفاتحة حطي معلقتين كبار بس. وهنحط عليها بعد كده عصير ليمونة ومعلقة باربيكيو. ولو ما عندكيش باربيكيو ممكن تحطي كاتشب عادي، بس الباربيكيو بيعزز طعم الشوي اكتر. بتكون بقى محضرة الفرخية ومخرماها كويس وغسلها كويس جدا. بعد كده تحطيها في التتبيلة وتسيبيها ليلة كاملة أو على الأقل 5 ساعات، وبعد كده حطيها على الفحم لحد ما تاخد لون الشوي الخطير. لو لسه مش متابعيني اعملي اشتراك ودوسي لايك واكتبولي بتشوها ازاي، لأن السر كله في التتبيلة.